السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا الزمالك يصعد إلى نصف نهائي بطولة قارية بعد غياب وبعد عناء. مش ده موضوعنا. موضوعنا دلوقتي في النغمة اللي شغالة بقالها سنين إن الأهلي بيتجامل بالمؤجلات بتاعته وبياخد مؤجلات بره اللائحة. إزاي؟ إحنا مش فاهمين. طيب دلوقتي الزمالك أهو صعد وربنا نفخ في صورته الحمد لله. بيتمنى له التوفيق طبعا في باقي البطولة. هل دلوقتي التأجيلات اللي أنت هتاخدها حلوة وبسمسم والتأجيلات اللي كانت للأهلي كانت مجاملة؟ عشان تعرفوا إن أنتوا كنتوا مدلسين، والمحللين الزملكاوية اللي كانوا بيطلعوا يقولوا أي كلام، الأهلي بيتجامل بالمؤجلات، الأهلي الأهلي الأهلي. أنتوا كنتوا فشل، كنتوا اعترفوا بده. دلوقتي هيبقى لكم مؤجلات. ينفع الفرق التانية تطلع تقول إيه ده؟ الزمالك خد مؤجلات ليه؟ ينفع فرق تطلع تقول أنتوا أجلتوا للزمالك ليه؟ عشان صعد، عشان ما عندوش وقت يلعب ده كله، عشان في لائحة. يا ريت تكونوا عرفتوا حجمكم، ويا ريت تعقلوا الكلام اللي بتقولوه في الإعلام، ويا ريت تبطلوا نغمة إن الأهلي بيتجامل، لأن أنتوا فشلة والأهلي هو الوحيد اللي ناجح في وسطكم. اعترفوا بالحقيقة دي. فلما أنت تنجح وتلعب عدد ماتشات في أفريقيا وكأس العالم ودوري السوبر الأفريقي زي الأهلي وما يتأجلكش، ممكن تتظلم في الوقت ده. طول ما أنت فاشل وما بتقدرش تكمل في بطولة أفريقية، ما تتكلمش عن مؤجلات الأهلي وتخليك في خيبتك وفي الدوري. بس كده. كل سنة وأنتم طيبين.